أرجو منكم مساندتي بالاشتراك في القناة وشكرا. قالت يومية المساء أن اللجنة الملكية المكلفة بالتحقيق في مشاريع الحسيمة منارة المتوسط التي تتكون من مفتشين بوزارة الداخلية والمالية كشفت عن عدم التوقيع على شركة التنمية المحلية التي كان قد اقترحها محمد اليعقوبي والي جهة طنجة تطوان الحسيمة لتتبع مشاريع منارة المتوسط من طرف إسماعيل الرئيس رئيس المجلس الإقليمي للجهة. وأضاف المساء في عددها اليوم غد الأربعاء نقلا عن مصادرها أن التحقيقات استمرت إلى بداية الأسبوع الجاري بعدما قررت اللجنة استدعاء المسؤولين والمنتخبين من جديد للرد على الملاحظات التي وقفت عندها أثناء فتحاصها لمختلف الصفقات المبرمجة في إطار عملية تأهيل إقليم الحسيمة. وأضافت مصادر اليومية أن اللجنة أعادت التحقيق مع مسؤولين كبار وكتاب عامين ومسؤولي أقسام ومنتخبين حول تعثر مشاريع منارة المتوسط، مؤكدة أن اللجنة فحصت في المرحلة الأولى مئات الوثائق المتعلقة بالمشاريع المتعثرة قبل أن تعود إلى التحقيق مع مسؤولين في أفق رفع التقرير قبل عيد العرش.